بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في كل يوم وليلة تحدث من حولنا عجائب. هذه العجائب خارجة عن قدرات البشر، ونحن لا نشاهدها إلا أنها تحدث. منها مثلا سجود الشمس في الغروب عند عرش الرحمن سبحانه في كل يوم، وأيضا تسبيح الحيوانات والأشجار والأحجار، كل واحد منها يسبح الله تعالى بطريقته الخاصة ونحن لا نشعر بها. هنالك أيضا عجائب أخرى تحدث ولكن بين الله تعالى وبين أحبابه في الليل. الملائكة تعرف بعضا من هذه العجائب، فما رأيكم أن نكون نحن أيضا ممن يعرف هذه العجائب؟ وما المانع إذا دخل الليل فيمكنك أن تتعامل مع الله بتعامل يجعلك تشتاق في كل يوم إلى دخول الليل. عندما طبق هذا التعامل سفيان الثوري رحمه الله قال: والله إني لأفرح بالليل إذا جاء وأحزن بالنهار إذا طلع. ما الذي يفرحه؟ إنه يفرح بلقاء الله تعالى، إنه يفرح بالخلوة بمحبوبه، إنه يفرح بقيام الليل. سبحان الله، بعض الناس قد أدمن على هذا القيام، يصعب عليه أن يفوت هذه اللحظات الغالية. يقول عطاء الخرساني رحمة الله عليه: إن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح في الصباح فرحا يجد الفرح في قلبه، وإذا غلبته عينه فنام أصبح في الصباح حزينا وانكسر القلب كأنه قد فقد شيئا. إي والله. استمع إلى هذه القصة. كان سعيد بن جبير معروفا بأنه مجاب الدعاء، إذا دعا استجيب له، وكان له ديك يوقظه لقيام الليل. ليلة من الليالي لم يؤذن هذا الديك فلم يستيقظ سعيد، فتضايق سعيد بن جبير جدا حتى قال: ما الذي حدث لهذا الديك؟ قطع الله صوته. دعا عليه. قالوا: فما أذن الديك بعدها. قد يقول قائل: لماذا كل هذا التحسر على فوات قيام الليل؟ أليس في الموضوع مبالغة؟ مبالغة؟ يقول ابن رجب: من لم يشاهد جمال يوسف لم يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، فكذلك من لم يشارك أهل قيام الليل في هواهم ولم يذق حلاوة نجواهم لم يدري ما الذي أبكاهم. إن حب أهل قيام الليل لله لا يمكن وصفه، وهذا الحب الذي يبذلونه لله فإن الله لا يتركه بلا مقابل، لا، بل إن الله يكافئهم عليه بتعامل عجيب منه سبحانه. أتدرون ماذا يقدم لهم سبحانه؟ إنه يجملهم، إنه يزيد من جمال وجوههم بنفسه تعالى. فكما أن كل حبيب يتجمل للقاء حبيبه، فإن الله سبحانه يجمل أحبابه لكي يقفوا بين يديه في الليل. جمال حقيقي، نعم، وسيحس الناس بجمال في وجهك أكثر بعد أن تصلي في الليل. يقول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يقول بعض المفسرين: أي أن الصلاة تحسن وجوههم. الله، هذه الصلاة عبارة عن جمال تجمل به نفسك. ألم تعلم أن أهل قيام الليل هم من أحسن الناس وجوها؟ قال ابن القيم في كتابه روضة المحبين: العبد إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه، حتى أن بعض النساء كانت تكثر من صلاة الليل، فسئلت عن ذلك: لماذا تكثرين من صلاة الليل؟ فقالت: إنها تحسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي. أنا أعرف أننا لا نعبد الله فقط لأجل أن يجمل وجوهنا، نحن نعبده محبة له وهيبة منه ورغبة فيه، ولكن في الحقيقة هذا هو ما يحدث على أرض الواقع. الصلاة تجمل الوجه، نور نور يظهر في الوجه، نور، لا أقول بياضا بل نور، حتى أن بعض الناس يقذف في قلوبهم محبة هذه الوجوه الحسنة، هذه الوجوه التي لبست من ذلك النور. يقول سعيد بن المسيب: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره من قبل فيقول: إني لأحب هذا الرجل. سبحان الله. وكان محمد بن سيرين صاحب قيام ليل، وكان الناس إذا رأوه سبحوا الله من نور وجهه، يقولون: سبحان الله. الصراحة هذا شيء غريب. لماذا يزيد جمال الذين يصلون بالليل؟ لماذا؟
لقد سئل الحسن البصري عن هذا السؤال فقالوا له: لماذا كان المتهجدون أحسن الناس وجوها؟ فقال لهم الحسن: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. يا الله، لدرجة أن الناس كانوا إذا رأوا النور الذي يخرج من وجه وكيع بن الجراح رحمة الله عليه قالوا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وأعظم هؤلاء نورا وأكثرهم حسنا وبهاء هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وجهه كان يتلألأ كأنه مذهبة، وإذا تبسم صلى الله عليه وآله وسلم استنار وجهه كأن الشمس تجري في وجهه صلوات ربي وسلامه. ومن هذا التعامل الرائع الذي يعطيه ربنا لمن قام بين يديه في الليل أنه يسقيه سعادة عجيبة لا يذوقها غيره. يقول أبو سليمان: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، فأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. طبعا هل ترى أن يساوي الله بين هؤلاء الذين يقومون الليل وبين هؤلاء الذين يسهرون على سماع المحرمات وعلى مشاهدة المنكرات وشرب المسكرات؟ مستحيل. ألا تلاحظون أن الإنسان إذا بات على معصية استيقظ من نومه موحش الصدر مكتئب النفس، يحس بملل وضيق، مع أنه كان يضحك ويرقص طوال الليل. وفي العشر الأواخر يبكي الناس في قيام الليل وفي الدعاء يبكون، ومع هذا إذا استيقظوا يحسون بانشراح في صدورهم. طيب أقنعوني، كيف هذا يضحك ويرقص طوال الليل ثم يتضايق، وهذا يبكي ثم يرتاح؟ إنها معجزة الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو جمعت لذة أهل اللهو في لهوهم ولذة أهل السهرات المحرمة جميعا لما ساوت ركعة واحدة من ركعات الخاشعين. لكن لا تتوقع أن تذوق كل هذا من أول ليلة ولا من ثاني ليلة، لا بد من الصبر أولا، اصبر ثم تأتي اللذة بعد ذلك. نعم قد يتفضل الله عليك من أول ليلة، لكن الأصل أنك لا بد أن تصبر على قيام الليل. هذا ثابت البناني يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. فتأكد أنه إذا انتهت مرحلة الصبر فسوف تصل بعد ذلك إلى الراحة، وأبشر بكل خير. يقول أحدهم بعد أن ذاق طعم قيام الليل، يقول: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لطلبوه منا ولو بالسيوف. طبعا هذه اللذة في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله تعالى وعد من يقوم الليل بهدية أخرى. لكن قبل أن أذكر لكم ما هي هذه الهدية أرجوكم تابعوا معي هذا المشهد. يا الله يا الله. هذا بيت من زجاج، صاحبه ثري من أثرياء اليابان، وقد تعمد أن يجعله في وسط الطبيعة، وجعله شفافا مكشوفا من جميع النواحي، فصار هذا المبنى جمالا معماريا متميزا. على صغر حجمه كان قمة في التميز. يا الله يا الله. والآن بعد أن شاهدنا هذا الجمال استمعوا معي إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كشف فيه عن إحدى هدايا أهل قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. إخواني أخواتي، إذا كان هذا البيت الزجاج المميز الذي رأيناه في المشهد هذا يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره قد صنعه مخلوق وهو بهذا الجمال، فكيف بالذي هو من صنع الخالق سبحانه؟ لك أن تتخيل. وليس هذا فقط، بل إن الله تعالى يتعامل مع أهل قيام الليل بتعامل لا تدركه عقول البشر. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي له امرأة حسنة وفراش لين فيترك كل هذا ويقوم من الليل فإن الله تعالى يحبه ويضحك إليه
ويستبشر بهم. بالله عليك، ما الذي تريده بعد أن أحبك الله وضحك إليك؟ قد يقول قائل: وما الذي سيحدث لي إذا ضحك الله لي؟ سبحان الله، أما مر عليك الحديث الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه. نسأل الله من فضله. ولهذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال الرجل: لن نعدم خيرا من رب يضحك. وفي أثناء الليل إذ أتت تلك اللحظة الحاسمة العظيمة فبدأ الثلث الأخير من الليل، حدث في الوجود أمر عظيم. لقد نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، نعم، ينزل جل شأنه وعظم سلطانه ثم ينادي. فمن سينادي؟ لا شك أنه سينادي أصحابنا الذين كنا نتكلم عنهم قبل قليل، أهل الركوع والسجود في جوف الليل. وأنتم تعلمون طبعا ماذا سيقول لهم. يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ والعباد كلهم نيام لا يردون على ربهم الذي يناديهم، إلا هذا المصلي في وسط الليل يجيب ربه بلسان حاله فيقول وهو يسجد: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعتقني من النار، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم أن يحل علي غضبك أو أن ينزل علي سخطك. يا الله. إخواني أخواتي، فلنقم لربنا في هذا الوقت ولنكلمه فإنه يكلمنا أيضا. ذكر ابن رجب في كتابه شرح حديث اختصام الملأ الأعلى عن أبي سليمان أنه قال: إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة أقدامهم للصلاة وجرت دموعهم على خدودهم أشرف الجليل جل جلاله فنادى: يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي واستروح إلى مناجاتي. نادي فيهم يا جبريل، نادي فيهم. ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه؟ يقول الله تعالى: فبي حلفت إذا قدموا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي ينظرون إلي وأنظر إليهم. يا الله، هنيئا لكم يا أهل قيام الليل، هنيئا لكم. أرجوكم إخواني أخواتي، فلنبدأ بتذوق قيام الليل من هذه الليلة.